انا كنت جاي طالب ايد بنت حضرتك، وده طبعا شرف ليا. قلت ايه؟ منار. بنتك ازاي؟ انت اصغر منه يا اسطى. طب هتحط له حبه دقيق على دماغه طيب عشان يبقى الراجل عجوز وكده. نعم يا بابا. تعالي يا بنتي سامي. ومنار اكبر منك. اتفضلي. الاستاذ حمو. حمو. حمو انت عشان تبان كبير يعني لازم الاستاذ حمو بيتضخم الكلام يعني انت ماشي. الاستاذ حمو عايز ايه؟ وطلب ايدك للجواز، وانا كأب بكل احترام. يا اسطى بالله عليك بتكلم عادي يا اسطى، عادي يعني انا يعني الابهات عادي، يعني مش بنقعد مع ابهات، يعني بقعد مع صحاب ابويا على القهوه عادي، ما بقولوش انا كأب بشرب ستيلا على الريق، يعني بيتكلموا عادي. رفضت. ليه يا اسطى حد يرفض حمو؟ يعني الاستاذ حمو قدامك يعني، تعرف لو اسمه حمو، لو انت قلت له حمو عادي هيتقبل عادي، والله راجل زي الفل قدامك، ما مش عارف ليه الاستاذ حمو اترفض. انا عارف مصلحة بنتي فين، وانت اختار لها الراجل الصح. ليه كده بس يا بابا؟ الراجل الصح يا حاج، انت مدرج يعني، صباح الفل انا مدرج انا التاني، يعني مش هتكلم في كده، بس يعني اقتنع بيك ازاي يا حاج يعني؟ طب البس عمه، البس الشال اللي على كتفك ده، اعمله عمه اي حاجه عشان انا اقتنع. ما تتكلميش انت يا سليمان. ايه ردك؟ طبعا يا بابا حضرتك القرار الاول والاخير ليك. طب انت مستني لسه هردها يعني؟ انت مستني انا رفضت، انت ايه رايك؟ موافقه؟ لا انا رفضت بقى، احسن موتي بحصيرتك بقى، موتي بحصيرتك. هعمل. اتفضلي. محتاج مني حاجه تاني؟ شكرا، اتفضلي. اتكل على الله. بس يا استاذ حمو، فحبيت اعرفك منار. يا عم خلاص بقى في ليلتك السوداء انت ومنار، بقى في ايه يا عم الحاج؟ ما خلاص مش رفضت، ما كانت مرزوعه جنبك، لازم تقوم. قوم يا منار. منار ما لحقتش تروح عند العمود، تعال يا منار عشان الاستاذ حمو كنا بنعمل في مقلب. ثانية واحدة يا بنتي، تعالي بس. اه هو الاستاذ حمو بس كان بيسالني، هو الخاتم انت عايزاه ذهب ولا سولاريت؟ عايزاه سيراميك، هتلاقي خاتم سيراميك ومرصع بالجبس، هيبقى طرش. بتتكلم بجد يا بابا؟ هتكلمه ده؟ ده موقف غير مبرر بجد، انا لو مكان استاذ حمو اقول لهم يلا يا عيله واطيه، انا مش عايز اناسبكم بجد، نسبكم ما يشرق ده، طالما ده مستوى خفه الدم عندكم انا مش عايز اناسبكم. والحاج بقى ما تعملش مولت يا حاج، واتكلم قول حمو عادي، ما تقولش حمو.